بسم الله الرحمن الرحيم. تحقيق أجرت القوات يعني خلينا نقول المختصة بهذا الموضوع، يعني الإخوان في مديرية جرائم البصرة، كل الدلائل تشير أنه العملية ممكن أنه انتحار، لكنه علينا أن نثبت كل الوقائع. طلعنا على كل الأوليات باستثناء لحد الآن تقرير الطب الشرعي، ممكن بداية الأسبوع القادم. يعني اليوم اتصال ويا مدير صحة البصرة، قال ممكن أن التقرير يقدم يوم الأحد، راح تطلع التحاليل وكل الأمور اللي التسجيلات اللي موجودة وطلع عليها القضاء. تعرف هم الأطباء النفسيين عندهم بعض الأجهزة اللي ممكن يسجلون بها بصمات الصوت. هذه التسجيلات طلع عليها القضاء واتخذ قراره بهذا الموضوع. لحد هاي اللحظة أي معلومات جديدة توحي إلى أنه نجد خيط إلى أنه يكون العملية مو انتحار، ممكن أن تكون عملية قتل وعملية جنائية، بالتأكيد راح يستجد التحقيق بها إذا بين عندنا فد شيء عكس مسار ما الآن واضح للأجهزة الأمنية للقضاء. لأن اليوم كلجنة أمنية عليا، يعني أنا رئيس لجنة أمنية في محافظة البصرة، ويهمني أحد بناتنا وطبيبة محترمة من عائلة محترمة، لكنه يعني كل إنسان ممكن يتعرض إلى ضغوط نفسية، إلى ضغوط أخرى. لحد الآن ما ثبت عندنا أي ضغط خارجي ولا ثبت عندنا أي تدخل خارجي بالبيت. وسائل الإعلام والسوشيال ميديا وتناول الموضوع بكثرة، يمكن لهذا السبب علينا أن نتأكد من كل البيانات. لحد هاي اللحظة ما وصلنا إلى أي بيانات توحي أنه يوجد قاتل بالموضوع، أو يوجد البعض اتهم أخوها عشان حتى أكون صريح. عد التحقيق، عد إجراء كل الأدلة الجنائية، أنه ماكو شيء اسمه أنه قاتل لهاي اللحظة. أيضا قلت لك نرجع ونقول ننتظر تقرير الطبيب الشرعي لتكتمل عندنا الصورة، وعند ما تكتمل سنعلن علانية أنه العملية انتحار أو قتل. هاي الحقيقة. اللي يقولوا بالسوشيال ميديا يتهمون فلان يتهمون فلان، هذا مو شغل دولة، شغل أشخاص متعاطفين. يعني أنا واحد من الناس تعاطفت مع الموضوع بقوة. ابني إذا